يا مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. النهارده فيديو جديد يخص التركيبات الخاصة بالشاشات. احنا كتير كنا اتكلمنا على تركيب الشاشات وازاي نركب الشاشات، وكنا بنتكلم على التوصيلات الفيشة بفيشة. النهارده احنا جايين نشرح فيديو هو يعتبر متأخر شوية، على توصيلات الشاشة. بقى تعالوا نفهم الكابل بتاع الباور ده ايه، كل كابل بيشرح ايه بالظبط. كان في حد قبل كده سألني انت دايما بتشرح التوصيلات في فيشة. طب انا لو عربيتي ملهاش فيشة، او عربيات الموديلات القديمة، وعايز اعرف توصيل الكابلات دي اقدر اوصلها ازاي. فان شاء الله هنشرح بشكل سهل وبسيط ازاي كل وصلة من دول يخصوا ايه بالظبط، عشان لو حد حابب يركب بنفسه الشاشة يبقى الموضوع سهل عليه. احنا هنشرح للاسف انا ما عنديش، مش معايا عربيه نقدر نشرح عليها بشكل عملي، ولكن انا هشرح لكم الكابلات دي وببساطه جدا نقدر ان شاء الله نركبها على اي عربيه. اول حاجه احنا بنبص عليها في الفيشه دي هي الكهرباء. عندنا كابلات، الكابلات كلها لو بصينا عليها هنلاقيها سمكها، يعني لو باين ده كده كلهم سمك واحد، ما عدا في كابلين سمكهم اكبر من الكابلات العاديه. ده دايما بيبقى الكهرباء والارضي اللي جايين دايركت من البطاريه. لو احنا بصينا كده هنلاقي السمك مختلف. تمام. آه فبالتالي احنا طبعا زي ما متعودين الاسود ده بيبقى ارضي، والاصفر ده هيبقى كهرباء دايركت للبطاريه. تمام. فكده هنشوف عندنا في العربيه اي كابل واصل كهرباء على طول دايركت للبطارية هنوصل عليه، يبقى دي كده كهرباء وكده أرضي. هيبقى فاضل فردة اللي هي الأحمر ده. الأحمر ده احنا بنوصله مع فتحة أول تكة في الكونتاكت عشان نخلي الشاشة تفصل. لما نيجي نفصل نشيل المفتاح ونفصل الكونتاكت تفصل معانا. طبعا في ناس بتوصل الاتنين دول ببعض ويوصلوا دايركت على البطارية، فبالتالي الشاشة هتفضل شغالة على طول، وده طبعا يأثر على البطارية. طيب احنا يبقى كده أول حاجة ده أرضي، ده كهرباء، وده كونتاكت. طب نعرف ازاي الكونتاكت؟ بنحط المفتاح، نفتح اول تكه ونشوف بالمفك التست نقدر ازاي نشوف انهي فرده اللي بيبقى فيها كهرباء اول ما بنفتح كونتاكت. ولو قفلنا الكونتاكت بتقفل الكهرباء، يبقى دي اللي هنوصله عليها. يبقى كده معانا الارضي اللي من البطاريه، او اللي جاي من البطاريه يعني، او جاي من جسم العربيه، والكهرباء دايركت اللي جايه من البطاريه، وده الكونتاكت. بيبقى فيه فرده كمان اللي هي بيبقى مكتوب عليها اي ال يو ام اي، او آم، بيبقى موجود عليها كونتاكت، او بيبقى موجود عليها كمان كذا حاجة. بس هو عادة هو الكابل بيبقى مكتوب عليه اي ال يو ام اي، وده بيبقى النور الصغير. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تيجي تفتح نور الصالون او النور الصغير بيوصل لها كهرباء. فدي الفردة اللي بتشتغل علشان الزرار الجانبية اللي في الشاشة اللي بتبقى هنا تنور مع النور الصغير. وكمان الشاشه لو انت مشغل الماب تعرف ان انت شغلت النور الصغير، يبقى انت كده بالليل فتحول الشاشه للدارك مود. طيب الكابل اللي بعد كده هو K1 و K2. الاتنين دول بيكونوا خاصين بالمالتي لو العربيه عندنا فيها مالتي. تمام. يبقى K1 و K2 دول خاصين بالمالتي. تمام. هو كل سلكه بيبقى مكتوب عليها ايه، بس احنا بنشرح التفاصيل بتاعتها. باك دي الكهرباء اللي بتبقى للكاميرا الخلفية. تمام. و ANT ده اللي هي الأنتنة بتاعة الراديو. دي ممكن نركبها ممكن ما نركبهاش، بس بنركبها يعني لو في راديو محتاجين ان احنا نوصل له ارضي عشان الزنة اللي بتبقى موجودة او كده، او في بعض الكاسيتس او يعني العربيات اللي بيبقى لازم متوصلة مع الشاشة فرد ارضي. نيجي بقى للمهم، هما الكابلات دول. الكابلات دول هم عبارة عن كابلات السماعات. طيب هم ليه كتير؟ لأن كل سماعة فيها طرفين، يمين وشمال، أو موجب وسالب زي ما بنقول عليها. طيب كل لونين بيمثلوا سماعة. يعني بمعنى احنا دلوقتي عندنا اللون ده مثلا، ده بنفسجي في اسود، بيبقى مع البنفسجي. طبعا اللي فيه الاسود ده اللي بيبقى الارضي،
والسادة او اللي هو اللون السوليد ده بيبقى اللي هو السادة ده بيبقى مع الكهرباء. طيب ادي كده فردتين، الاخضر دول فردتين، والرصاصي دول فردتين، والابيض دول فردتين. طيب آه في الشاشات انت طبعا لازم تبقى عارف فين اليمين وفين الشمال، لان كل واحده من دول بيمثلوا ترتيب. يعني زي مثلا دول يمين قدام، يمين ورا، يمين سوري، شمال قدام، شمال ورا. عشان لو انت مركب 4 سماعات. طب لو انت مش مركب 4 سماعات، انت هتركب 2 وخلاص، مش هيفرق معاك الترتيب. كده كده انت بتقدر تكنترول المسألة دي، او تقدر تعرف السماعات او الفيش، تقدر الترتيب بتاعهم على حسب الكابلات اللي عندك. يعني ممكن تشغل اي حاجة وتوصل كابلين مع بعض فتعرف ان ده مكانها فين، لان عادة الشاشات العربيات اللي هتبقى الضفيرة بتاعتهم بتتقطع او ملهاش فيش، هيبقى ترتيبها بيبقى مش دايما بيبقى الكابلات مظبوطة. فالافضل ان احنا نجرب. انا بشوف، انا بحب اركبها كده. بس لو حابين تقدروا تعرفوا الترتيب ايه، انا ممكن اقول لك الترتيب زي ما هو موجود كده في الكابل ده. فبالتالي كده التقسيمة زي ما احنا، زي ما انا ماسكهم كده. خلينا نقسمهم. احنا اتفقنا اللونين اللي زي بعض دول سماعة، دول سماعة، دول سماعة، دول سماعة. تمام. واللون اللي هو فيه اسود ده مش السادة، هيبقى ده الارضي وده الكهرباء او الموجب والسالب يعني بتاع السماعة. طيب قدام وورا بقى، عايزين نعرف فين اللي قدام وفين اللي ورا. قدام هو الالوان اللي هي ابيض ورصاصي. ابيض ده الشمال قدام، شمال. رصاصي ده قدام يمين. البيربل ده او البنفسجي ده ورا يمين. والاخضر ده ورا شمال. دي كده تقسيمة السماعات كلها. وبكده نكون قسمنا وكده وصلنا الكابل ده اللي هو الأساسي أو الرئيسي بتاع الشاشة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ولو أول مرة تتفرج على القناة، يا ريت تعمل اشتراك للقناة، وما تنساش تعمل شير عشان غيرك يستفيد. شكرا. تعال ناخد بقى التوصيلات واحدة واحدة. أنا دلوقتي معايا مفك التست بتاعي عشان أقدر أعرف التوصيلات أوصل إزاي. فأول حاجة عندنا الكابل الرئيسي اللي هو الكهرباء الدايركت، اللي هو احنا بنقول بالأحمر. فهنشوف لو حطينا دلوقتي المفك التست، احنا مش حاطين المفتاح. ده كده جايب معانا كهرباء، وده جايب معانا كهرباء. يبقى كده عندنا الاصفر والاحمر دول الكهرباء. تمام. طب عايزين نعرف منهم مين فيهم التكه او الكونتاكت يعني. هنفصل المفتاح ونشوف الكهرباء. دلوقتي عايزين نعرف كابل الكهرباء الرئيسي اللي واصل دايركت للبطاريه. احنا دلوقتي شايلين المفتاح، مفيش اي مفتاح، وبنجرب بمفك التست على كل الكابلات. طبعا هو هنا نور، اشتغل كهرباء على الاصفر، يعني معنى كده ان الاصفر ده دايركت للبطاريه، والاحمر ده هو الكونتاكت. طيب عايزين نتاكد، هنوصل المفتاح ونفتح اول تكه، وهنروح على الاحمر هنلاقيه اشتغل معانا. كده احنا عرفنا الكابل الاصفر ده هو الكهرباء الدايركت، الاحمر ده هو الكونتاكت، والاسود ده طبعا هو الارضي. تمام. هيبقى فاضل عندنا الكابل الخاص بالنور الصغير. هشغل النور الصغير واروح اشوف انهي واحد اللي هيشتغل معايا. لا هو ده مش شغال. وقف.
كده مفيش حاجه بتنور معانا، فهندور بقى في الاسلاك. في عندنا الفرده دي هي كده اشتغلت، يبقى ده كده النور الصغير. طب نتاكد منين؟ هنقفل النور، نشغل النور يشتغل معانا. فده كده فردة النور الصغير. دي كده الفرد بتاعت السماعات. كده خلاص عرفنا كل التوصيلات او الاطراف بتاعت الاسلاك.